السلام عليكم. ده شريط لاصق 5 سنتي. هنبدأ يا جماعة نعمل بيه ان شاء الله ديكور بسيط. هنبدأ نلزق زي ما حضراتكم شايفين من اول المساحة اللي احنا عايزين نعملها، وهنسوي الحواف بالكتر. تمام، انا شغال على مساحة معينة فبقص عليها يعني. هبدأ انزل بشريط اللزق برضو نفس الحكاية، وهقص بشكل متساوي. هبدأ اكمل بنفس النمط اللي حضراتكم شايفينه. انت ممكن تعمل مساحة اكبر طبعا، ممكن تعمل حيطة كاملة، ممكن تعمل بانو زي ما انا بعمل كده. تمام، وهنبدأ نمشي. تمام، كأنك كده بتعمل مربع، يعني زي ما تكون بتعمل مربع، بس هتيجي كده مش هتقفل المربع طبعا عند الآخر. هتبدأ تقيس من أول لزق انت لزقته، اللي هو مقاس اللزق نفسه. مقاس اللزق نفسه 4 سنتي أو 5 سنتي، فأنت هتقيس ال5 سنتي كده. تمام، وهتعمل علام بالشكل ده، وتبدأ تقص اللزق عند العلام بالظبط. حلو، وبعد كده هتبدأ تغير اتجاه اللزق زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. هتبدأ تغير اتجاه اللزق، وهتبدأ قبل ما تلحم في اللزق التاني هتقيس ال4.5 سنتي أو ال5 سنتي، وهتقطع قطع متساوي على العلام، وهتبدأ تنزل كأنك كده بتعمل متاهة بالظبط. يعني هو الديكور لو هنقدر نسميه ممكن نسميه ديكور المتاهة، زي ما تكون بتعمل متاهة. ونفس القصة هنا برضو هتعمل علام، وهتقص على العلام بالشكل ده بالكتر، وهتبدأ تكمل نفس الحكاية. قبل ما توصل اللزق مش هتلحم فيه، هتاخد مقاسك برضو وهتعمل علام. هي دي الفكرة من الديكور، او هي دي الطريقة اللي هنمشي بيها ان شاء الله في الديكور بشكل كامل. هو الديكور مش هنحتاج فيه اي مواد غير اللزق اللي هو ال5 سنتي ده العريض. تمام، وهنحتاج فيه اللي هو الدهانات مائية، بلاستيك، مط او لانا او زي ما انت عايز يعني. وهنبدأ يا جماعة كده بعد ما وصلنا للمرحلة دي هنلزق آخر واحدة الشكل بتاعنا الطريقة دي. تمام، طبعا مفيش مجال ان انت تشتغل تاني، فخلاص كده هتسيب دي كده بحيث تديك احساس ان الشكل ده ماشي كده من جوه لبره، ويديك بعد في نفس الوقت. هنبدأ مرحلة الدهان، بس قبل ما ندهن هنبدأ نسد المنطقة دي كده. حلو، وهتبدأ تكوي اللزق بتاعك، يعني تمشي بايدك زي ما انا ماشي كده يعني، علشان ما فيش اي دهان يهرب. وزي ما نقول كل مره لازم الدهان بتاعك يكون تقيل، يكون شحن، ما يكونش الدهان بتاعك خفيف. لو خفيف مهما عملت هيهرب تحت اللزق. حلو، معايا لون كحلي، وهنبدا ندهن يا جماعه. بسم الله. طبعا انت مش هتطلع كده، لا، انت اخرك هنا. تمام، اخرك عند القفله اللي احنا قفلناها دي. حانت لحظة الحقيقة، نشيل اللزق ونشوف الشكل النهائي للديكور بتاعنا.